السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. هنتكلم عن الجوله ال20 في الدوري الانجليزي وايه اللي حصل فيها. الجوله ال20 البدايه كان في ماتش مهم جدا، ديربي مانشستر بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد. ماتش كان في ملعب اولد ترافورد، ملعب مانشستر يونايتد. الماتش انتهى 2-1 لليونايتد، وبعد ما كان السيتي كسبان في الشوط الثاني منزل جيريتش جاب الهدف الاول للسيتي، والسيتي كانت كسبانه. وطبعا اليونايتد رجعت بهدف لبرونو وهدف لراشفورد في الدقيقة حاجة و60 والدقيقة حاجة و70. طبعا مانشستر يونايتد عملت ماتش كبير جدا وتستحق الفوز، وطبعا الهدف الأول لها من اوفسايد والحكم حسبه في أخطاء تحكيمية فادحة في الدوري الإنجليزي. ده كان الماتش ده، والماتش ده كان قوي جدا وانتهى فوز اليونايتد 2-1، والسيتي خسر كده وبعد عن المتصدر أرسنال بقى فرق النقط زاد. الماتش الثاني كان فيه برايتون وليفربول، وخسارة ليفربول بنتيجة كارثية 3-0 مع الرأفة. ليفربول خرج بفضيحة وموسم كارثي لليفربول، ويورجن كلوب بشكله زي ما قلنا قبل كده بيودع آخر سنة دي. فليفربول موسم سيء جدا جدا جدا. الماتش الثالث كان فيه تشيلسي وكريستال بالاس، فوز تشيلسي 1-0 وتشيلسي ابتدت تفوق واحدة واحدة. والماتش الاخير كان توتنهام وارسنال، الماتش ده كان قوي جدا وارسنال قدرت تفوز 2-0 على توتنهام. كده ارسنال بتعزز الصداره وبتبعد وتنفرد بالصداره. كده الفرق بين السيتي وارسنال ابتدى يكبر جدا. ده كان الجوله ال20 من الدوري الانجليزي. طبعا كان في ماتش الكلاسيكو في كاس السوبر الاسباني ما بين برشلونه وريال مدريد. طبعا الماتش ده كان قوي جدا 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 جدا. هنتكلم عن كل حاجه وهتظهر التشكيلات على الشاشه. طبعا تشافي كان نازل تشكيل قوي، وعلى الجانب الاخر كان انشيلوتي نازل تشكيل متوازن شويه. وبرشلونه ابتدت من اول دقيقه مسيطره على الماتش وهي بتهدد، وسجلت 3 اهداف وكسبت ريال مدريد 3-1 مع الرأفة. طبعا برشلونه تسجل هدف، عندك جابي وليفاندوفسكي وعندك فران توريس، كانت اهداف بالجمله. كان بدري اللي سجل الهدف الثالث مش فران توريس، وبنزيما سجل هدف في الدقيقه 90 لريال مدريد يحفظ بيه ماء الوجه. ده كان الماتش الكلاسيكو. طبعا الفريقين كانوا طبعا كلاسيكو، في ماتش جامد جدا اتلعب في السعوديه. برشلونه كانت لعبت نصف النهائي مع ريال بيتيس، فازت 4-3. طبعا ده كان ماتش قوي جدا جدا جدا. التشكيلين كانوا جامدين. طبعا كل حاجه بتظهر على الشاشه، التشكيلات بتظهر على الشاشه والاحتياطي اللي نزل. الماتش كان قوي جدا وبرشلونه قدرت تكسب 3-1 مع الرأفة. والف مبروك لبرشلونه، هارد لك لريال مدريد. والماتش كان حلو بصراحه من جانب برشلونه، عملت اداء عالي جدا. طبعا ده كل حاجه اتكلمنا عنها كده الاسبوع ده. طبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، تفعيل جرس التنبيهات. سبسكرايب اهم حاجه يا جماعه الفتره دي. اشوفكم في فيديو جديد. سلام.